بعد صفقة ياسين بونو مع الهلال وصفقة عبد الحميد الصابري إلى نادي الفيحاء السعودي، أعلن نادي السد القطري والشباب السعودي رسميا إعارة قائد المنتخب المغربي رومان غانم سيس إلى النادي السعودي إلى نهاية الموسم الجاري. وكانت تقارير صحفية أبرزت صباح اليوم أن الشباب السعودي تعاقد مع المدافع الدولي المغربي رومان سيس من نادي السد القطري، الذي تعاقد مع الدولي المغربي خلال فترة انتقالات الصيفية الأخيرة، وشارك معه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية. فوجئ سيس مع بداية الموسم الكروي الجديد بأن إدارة السد فشلت في تسجيله بسبب استنفاد عدد اللاعبين الأجانب المسموح به في قوانين الدوري القطري. وتنص قوانين الاتحاد القطري على السماح للأندية بتسجيل 7 لاعبين محترفين أجانب، شريطة أن يكون 2 منهم من دون السن 21 عاما. وكان وليد ركراكي أكد أن مدافع غانم سيس يبقى من ثوابت المنتخب المغربي، وانتقاله إلى السد القطري وأزمته الحالية لا تغير مكانته في صفوف النخبة الوطنية. وقال ركراكي في الندوة الصحفية التي عقدها الخميس الماضي إن لغانم سيس الحق في الانتقال إلى أي فريق يرغب، وانضمامه إلى السد يبقى قراره يحترم، مشددا على أنه لا يمكنه المساس بثنائية سيس ونايف آدر بعد النجاح الذي حققه، خاصة أن سيس هو القائد ومن ثواتب المنتخب المغربي على حد تعبيره، ولن يستغني عنه إن ما زال يقدم نفس المستوى الجيد الذي عاهده عليه. وأضاف: سيس قطعة مهمة لنا، ولا أظن أن مستواه سيتراجع في 4 أشهر لأنه ذاهب لقطر، لكن بعد سنة أو 6 أشهر سنرى وسنواجه مشكلة لو أن سيس لم يلعب من اليوم حتى كأس أفريقيا. لكن أظن أن مشكلته لن تتواصل وسيعود للعب، ويستعد رومان سيس لخوض مواجهتين رفقة المنتخب الوطني المغربي أمام كل من ليبيريا لحساب الجولة الأخيرة من تصفية المؤهلة لنهائية كأس إفريقيا السبت المقبل، ثم مباراة ودية أمام بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل بفرنسا.